السلام عليكم ورحمة حلقة جديدة من فرنسي في الملعب. الزمالك بيتألق ويفوز على المصري البورسعيدي برباعية مقابل هدف. الزمالك عدد معايا كده مكاسب الزمالك النهاردة. أول حاجة الزمالك وصل 46 نقطة، فرق بينك وبين الأهلي 6 نقط، وما بينك وما بين بيراميدز 3 نقط. طبعا هم لسه ما لعبوش الجولة بتاعتهم. بيراميدز باي الجولة الأولى، الأهلي لسه هيلاعب سيراميكا. بس انت خدت نفس، خدت ثقة كبيرة قبل مباراة مهمة جدا في أفريقيا. عندك هداف الدوري عدي الدباغ، عندك ناصر منسي الأسطورة. الرباعية دي احتمال نلجأ لها في الآخر، لأن اللائحة بتقول إن أنت فرق الأهداف في الجولة النهائية حالة التساوي هياخد مواجهات مباشرة، وبعد كده ياخد فرق الأهداف. فاحتمال الرباعية دي تفيدك قدام. عندنا لعيبه كتير رجعت النهارده، شفنا طبعا الفوز باريحيه خلى ان الونش نزل، الشهيد جهاد نزل، عندك عمرو ناصر نزل كان بقاله كتير غايب. فانت كل ده مكاسب. الزمالك النهارده رقم واحد هو جمهوره. الحاجه الوحيده الحقيقه الثابته هو جمهور نادي الزمالك. ده الحاجه اللي ما بتتغيرش. اللعيبه بتتغير والانتماءات بتتغير وكل حاجه ممكن تتغير. نجم الفرقه النهارده ممكن الموسم الجاي تلاقيه في النادي المنافس بتاعك عادي جدا. لكن الحاجه الوحيده الثابته ما بتتغيرش هو جمهور نادي الزمالك. ده الارث، ده الحاجه يعني اللي ما بتتغيرش. هو ده يتحط في فريم. جمهور الزمالك لا يقارن باي جمهور. في الصعوبات موجود، يعني في الاوقات الحرجه قبل الاوقات الحلوه بتلاقي جمهور نادي الزمالك مالي المدرجات. تلعب في برج العرب، بتلعب في اسكندريه، هتلاقي الجمهور مالي المدرجات. بتلعب في اي حته في العالم هتلاقي الجمهور مالي المدرجات ورا فريقه. الزمالك بعد ما اتاخر واحد وتصعب الماتش علينا والدنيا قلنا الماتش هيعقرب، الزمالك رجع باربعه. فيعني مفيش بعد كده. فعلى رأي أحمد سندة، الزمالك امتاع وإقناع وإبداع. دي حقيقة. اللي احنا شفناه النهاردة هو اللي انت بتقوله ده. طيب تعالوا نستعرض مع بعض كده الزمالك ابتدى ازاي. طبعا قرار الاول، بس قبل ما اتكلم في تشكيل، قرار ان صبحي يرجع ثالث، وممكن انا شايف ان نعرضه للبيع. اصح قرار الزمالك عمله. طيب الزمالك ابتدى بالراجل اللي راح المنتخب، والراجل راجل بمعنى الكلمه، المهدي سليمان. قاعد احتياطي، ما بيتكلمش، ما بيفتعلش مشاكل، ولما بينزل بيبقى في الميعاد، وكان يستحق ان هو يروح المنتخب. وده اصح قرار عمله حسام حسن. الراجل ده يتضم للقائمه. اتنين مساكين، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد. على اليمين عمر جابر اللي كان غايب، يعني الشوط الاولاني لوش كتير، بس يعني مع الماتش رجع هو وربيع. الاثنين دول يعني سواء هو او ربيع، الشوط الاولاني انا شايفهم ان هم من اسوأ اللعيبه اللي كانت في الزمالك. لكن في الشوط الثاني رجعوا. يعني انا كنت بعتب على معتمد جمال، انا ليه الراجل ده يعني سايبه كل الوقت ده، احمد ربيع بالذات، لان الشوط الاولاني كان عامل لي كوارث في نص الملعب. انا الراجل اللي قد جده عبد الله السعيد اللي فوق ال 40 سنه كان هو اللي بينزل يغطي في الحته دي. الحته دي بتاعتك انت. ده احنا كان عندنا دونجا كان بياكل يعني الحته دي بيلعب فيها لوحده. فيعني مش عارف انت ازاي. لكن رجع الشوط الثاني بقى افضل. عبد الله السعيد راجل فوق ال 40 سنه لغايه اخر الماتش بيلعب. خرج تقريبا في الدقيقه 88، يعني 88 دقيقه في العمر ده
والراجل بيأدي بقتال كأنه لسه عايز يثبت نفسه ان هو لعيب كويس، وللجماهير ولنادي الزمالك ان هو لعيب كوره. راجل بيفنش كوره فوق ال 40 وبيعمل مجهود ما بيعملوش اللعيبه الصغيره. راجل مثال يعني يتدرس. بزيرة ابتدى في مركز 10، وعدي الدباغ ناحيه اليمين، وكان فتوح ناحيه الشمال، وناصر منسي الاسطوره. شويه التركيبه دي بعد الجون الاولاني اتغيرت. هو معتمد جمال جاب بقى ايه، قال لك انا هجيب فتوح في نص الملعب هنا، وادى بزيرة ناحيه اليمين لان عدي الدباغ ما اداش في المكان ده، وودى عدي الدباغ ناحيه الشمال، فعمل سويتشات في الحته دي، لكن يعني اتت بثمارها. طبعا الجون الاولاني هو ده عدي الدباغ. عدي الدباغ بيجيب لك الصعب، يعني ما تدروش كره قدام الجون والجون فاضي، يعني هيضيعها. يعني اللي اي حد بيجيبها دي عدي الدباغ بيقول لك انا يعني مش هجيب زي بقيه اللعيبه، انا اجيب المستحيل، اجيب الصعب اللي مش اي حد يجيبه. الجون الاولاني صعبه جدا، لكن يتحسب لمعتمد جمال. لو خدتوا بالكم وهو بينادي على بزيره في الفاول نفسه، قال له بزيره خد عبد الله السعيد، فخد في المساحه الفاضيه لان كله مستني الاوفر، هو خد في المساحه دي وقدر يعمل الاوفر الناحيه الثانيه لعمرو لعدي الدباغ، حطها بمعلمه عشان يبقى هداف الدوري ب8 اهداف. طيب الجول الثاني اسيست روعه من فتوح، ونهايه اروع من الاسطوره ناصر منسي. راجل حافظ من غير ما يبص، الراجل حافظ الثلاث خشبات، عارف هو واقف فين، احساس المهاجم. ده الجون. والجون التاني كوم تاني. الجون التاني الراجل كان هنا في الحته دي، يعني لما اتلعبت لناصر منسي هو في الحته دي، الراجل شتتها. الكفاح بقى هو ده بقى، يعني الكفاح ان انت من هنا خلاص مش الكوره خلاص انت استسلمت لها، لا، كرة عليت وبتاع، راح وراها طلع لغايه بره ال 18 من هنا، انا ورا الكوره انا مش هسيبها، لغايه لما حط وش رجله بجون عالمي عالمي من ناصر منسي الاسطوره. بيقول لحسام حسن انا استحق ابقى موجود في المنتخب، واستحق اخد في الملعب كمان، يعني انا استحق في وقت من الاوقات ان انا لازم اخد دقايق. هو ده ناصر منسي الاسطوره. الجون الرابع اوفر من عبد الله السعيد، اوفر بالمسطره على دماغ حسام عبد المجيد اللي ما بيجليش، عشان يجيب الهدف الرابع وتبقى احتفاليه. مبروك لجمهور نادي الزمالك، اللاعب رقم 1 هو جمهور نادي الزمالك. مبروك لعيبه نادي الزمالك الرجاله، مبروك لمعتمد جمال، يديك اريحيه ويديك ثقه قبل الكونفدراليه، وهيبقى عندنا نرجع من الكونفدراليه هتقابل بيراميدز، فكان لازم تاخد النفس ده، يعني كان لازم، ما كانتش مستاهله خالص ولا كانت مستحمله ان يبقى في تلويش في الماتش ده. فالحمد لله ربنا كرمنا، نفرح، عندنا لعيبه رجاله رجاله فعلا في الاوقات الصعبه بتلاقيها. مليون مبروك للزمالك والزملكاويه، واشوفكم على الف خير الماتش الجاي. سلام.